خواطر رشا. صوت رشا وجرافيك مروة. في حياتنا دروس بنتعلمها من كل المواقف اللي بنعيشها، هنقدمها بشكل خواطر، ويا رب تنال إعجابكم. وقبل ما نبدأ، صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أحيانا بنغرق في الحزن لحد ما نتعود عليه وننسى إن في الحياة حاجات كتير ممكن إنها تسعدنا. دور على قلب يعطيك النور وما تسيبش نفسك رهينة للأحزان. لو ما لقيتش اللي يسعدك حاول إنك تسعد نفسك. ما تحاولش تدور على حلم خذلك، حاول إنك تجعل من الانكسار بداية حلم جديد. ما تسافرش للصحراء عشان تدور على الأشجار الجميلة، لأنك مش هتلاقي غير الغربة والوحشة. بص لمئات الأشجار اللي بتحتويك بظلها، تسعدك بفاكهتها وبتشجعك بأغانيها. دور على صوت عصفور مع ضوء صباح جديد. الوجع مش بس في الأيام الأولى للفاقد، لا بيجي كمان في الأيام السعيدة. فهتلاقي إن اللي يقدر يشاركك بشكل أكبر وأعمق مش موجود. أصعب شيء إنك تربط ذكرياتك بإنسان معين فيصبح الفراق حالة من فقدان الذاكرة. مفيش خلود بيطفي فواجع الفقد والفراق. بعض الناس فراقه بشرى، بعضهم إذا غاب بقى ذكرى. أصعب شيء في الدنيا دي إنك تفارق حد بتحبه من غير وداع ومن غير ما تعرف ميعاد رحيله، وبعدها بتغيب شمسه عن سمائك فبيفضل الكون كله ظلام دامس. بتحاول إنك تفتكر آخر لحظة حب بينكم عشان توصل الماضي بالحاضر. رغم رحيل الأحبة لسنوات يفضلوا في عقولنا وقلوبنا حاجات كتير منهم لم ترحل. الفراق نار ملهاش حدود، محدش هيحس بيه إلا اللي اتكوى ناره. لو الأيام فرقت بينكم مش هتفتكر للي كنت بتحبه إلا كل إحساس صادق. الشخص ده انت ما حبيتوش، لا ده انت عشقته. كان وهيبقى صعب النسيان في غيابه. هتعرف الشوق وهتعيش الوحدة والحرمان. مش هيقتلك غيابه، لكن هيقتلك تمرد قلبك بالحنين ليه. لو الأيام ما جمعتناش هتجمعنا الذكريات، ولو العين مش هتشوفك فالقلب مش هينساك. أوجع فراق هو قبلة تطبعها على جبين شخص عزيز ميت، وهيفضل حي في ذاكرتك بكل تفصيلة معاك. فيا رب ارحم واغفر لمن فارقونا وهم في القلب أحياء. دمتم جميعا بخير.